بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص الأهلي فاق. الأهلي بعد ماتش الزمالك لم كل مشاكله. أوضة اللبس هديت. عماد النحاس بيشتغل تحت ارتياحية وثقة بعد فوزه على نادي الزمالك. مجلس إدارة خلاص نجح بالتزكية، فالمشاكل كلها اللي كانت مولعة قبل ماتش الزمالك انتهت تماما بعد ماتش الزمالك. عشان كده انعكس النهاردة على أداء الفرقة تحديدا في الشوط الأولاني اللي انتهى بنتيجة 2-0، وريحوا الدنيا وريحوا نفسيهم ونزلوا الشوط الثاني قعدوا يدعبسوا بقى، يعني بيلعبوا بأقل مجهود. وهنا مفروض ان لينا وقفه هنقولها بس بعد ما نحلل الشوط الاولاني. الشوط الاولاني نزل الاهلي ضاغط. حسين الشحات بيعمل كره لمحمد هاني بيعملها بالعرض، حطها كوكا جاب منها الجون الاولاني. بعدها على طول حسين الشحات بيشوط ضربه حره بيخرج من خلالها جاله تمزق. وهنا عايز اقول له بص، شفت الافتراء؟ اللهم لا شماتة، بس بص عشان انت افتريت على جزيرة. شوف ربنا على طول الماتش اللي بعديه وما كملتش تلت ساعة لازم تتعظ. يعني انت السنة الماتش اللي فات كنت نجم الشباك ورقم واحد لغاية النهاردة. ربنا اداك اصابة بس عشان يعرفك ان هو كل ما يكرمك انت بترجع تعمل حاجة تضيع اللي ربنا بيديهولك. اللهم لا شماتة. النهارده انت لما خرجت مصاب ده ربنا ما بيسيبش بصراحة، يعني ربنا ما بيسيبش ولا بيرضى بالظلم. عشان كده انت بعد تلت ساعة بالظبط خرجت. نيجي بعد كده الاهلي بيحرز الهدف الثاني عن طريق ياسين مرعي، حطها حلوة جدا بدماغه في البعيدة بعيدة عن حارس المرمى تماما. وهنا برضو في وقفة. ما انت زي الجن اهو يا عم منتصر، ما انت زي الجن. يعني كنت بتهرب من ماتش الزمالك ولا ايه؟ ما هي ملهاش حل تاني غير كده. النهارده زيزو بيلعب من اول المباراه بيروح. انا اعرف ان الراجل اللي عنده الضمه ده ما بيرفعش قرانل او بيلعب ببطن رجله كتير او بيعمل كروسات كتير. ليه؟ لان هي الاصابه في الضمه اللي انت اشتكيت منها في ماتش انبي، صح؟ وخرجت بسببها. تنزل النهارده وزي الفل بتجري وتجري وتجري وتعمل كروسات، وكروس من هنا من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال وي وي وي. يعني اذا انت كنت بتهرب من ماتش الزمالك. هي ملهاش حل تاني غير كده. والكلام ده بقى زي ما كان هو بيعملها في الزمالك قدام الاهلي عملها قدام الزمالك وهو في الاهلي. فانا بعد كده مش هقول الا منتصر عبد الغفار. فاكرين فيلم الهروب؟ فاكرين منتصر؟ فالنهارده منتصر قعد يلعب ويجري فما كانش فيه اصابه، لان المفروض واحد جاي من اصابه وبالذات الضمه ما يرفعش كورنر، ما يشوطش ضربه جزاء، ما يقعدش باص كتير ببطن رجله عشان ان هي بترد فوق في العضله الضمه. ولكن عشان بس ما حدش يضحك علينا، احنا بنقول بما يرضي ربنا. هو هرب ماتش الزمالك، لان النهارده لو هو ما لعبش هنقول لا ما هربش. لو نزل، لو قعد احتياطي ونزل هنقول لا ما هربش. انما يبدا من اول مباراه وبعدين القران كلها عمال يرفعها من اليمين والشمال من اليمين والشمال، يبقى كده منتصر عبد الغفار اللي هو كان في فيلم الهروب الفنان الكبير احمد زكي. ما علينا. ايه 2-0 وانتهى الشوط الاولاني. نزل طبعا بعد اصابه حسين الشحات نزل قفشه. صعبان عليا قفشه جدا جدا جدا، وده بسبب اللي حصل له الفتره اللي فاتت دي، وتحديدا بعد ماتش مودرن سبورت. قفشه مش قادر يرجع قفشه اللي هو كان عنده الثقه ان هو ينزل في اي وقت في اخر 5 دقائق يكسب الفرقه، اخر ربع ساعه يكسب الفرقه، اخر تلت ساعه لو الفرقه مش فايقه هو بيفوق الفرقه. النهارده نزل ما حسيتش بيه. فمنه لا ريبيرو والناس اللي هي عملت كده في قفشه اللجان، يعني زي ما كانوا يعملوا في حسين الشحات. ولكن حسين جه الماتش اللي فات كسبهم اهو
بس بعد كده خلاص هينسوا حسين تاني، وترجع ريما لعادتها القديمه تاني، هنرجع تاني لزيزو بقى والبن شرقي وللرجاله وتريزيجيه والكلام ده. المهم فنزل قفشه ما حسيناش بيه خالص خالص. بعد كده نزل بيكهام، برضه بيكهام انا من يوم ما راح النادي الاهلي كان الاول بيمسك كوره ويطلع ويزيد ويباصي، ده بيقلش بقى. مش عارف هل ان انت لعبت في الاهلي عايز تبين ان انت الروح والقتال والكلام ده زي ياسر ابراهيم؟ انت كنت مميز عشان بتمسك كوره وبتطلع وبتسلم وبتستلم وبتكمل الهجمه وبتفتح مساحات في الملعب. انت عالي على الفرقه بصراحه بصراحه. بعد كده بقى عمل تغييرات، طلع زيزو ونزل عبد القادر وطلع محمد شريف. المهم الشوط الثاني بقى بدأ النادي الاهلي هوب جاب الجول الثالث. محمد شريف اجوانه دي حاجاته بقى اللي هي اللطش ده، كرة بالعرض هوب تك تك. ماتش الزمالك فوقه فجاب الجون الثالث. بعد كده الدنيا اختلفت تماما بقى، فمفروض كان لازم كان يغير بقى، لازم كان بن شرقي كان تعبان، بن رمضان تعبان، محمد هاني تعبان، واخد بالك. مين تاني كان تعبان؟ يعني كان الاداء في الشوط الثاني هبط. عشان كده كهربة اسماعيليه جاب الجون ونج، وبعد كده جابوا الجون الثاني الراجل اللي هو الباك ليفت، كهربوا اللقاء. بقت النتيجه 3-2 لغايه ما شريف قدر بذكاء ان هو مش ضحك على امين عمر، لا امين عمر له مزاج، حسب فاول هوب بن شرقي دخل جاب جون عالمي موت المباراه. مع ان المباراه كانت اخر تلت ساعه دي كانت هتتكهرب بقى بعد الجون الثاني بتاع كهربة اسماعيليه، ولكن امين عمر لحق الموقف على طول وحسب فاول دخل منها الجون الرابع فموتت المباراه، بدليل ان رضا شحاته احتج واداله انذار. وبعدين انا عايز اقول له على حاجه، كابتن امين عمر انت على طول بتبقى ودانك ليه مع الفرق اللي هي بتلعب ضد الاهلي، مع الدكه بتاعه المدرب اللي هو الخصم؟ يعني النهارده بتدي رضا شحاته وبعدين وانت هناك على ال 18 رجعت تدي واحد قاعد على الدكه انت شايفه وسامعه قال ايه، راح تدي له انذار. نفس الكلام ده انت عملته مع يوريتشيتش في ماتش مره بيراميدز ومش عارف كان مع مين، وبرضه طردته ورحت اديته انذار في الاول وبعد كده طردته وبعد كده طردت مش عارف مين اللي كان قاعد على ليه كده؟ ما انت ما تقدرش تعمل الكلام ده لا مع الاهلي ولا مع الزمالك، مع انهم بينزلوا الملعب ويقعدوا يتكلموا وبيشتموا وانت بتسمع بودانك، مش انت بس اي حكم يعني بيسمع ويعمل نفسه مش واخد باله. فانت لما بتجري على دكه الخصم يعني مش على طول مش ودنك يعني انت يعني السمع الفظيع يعني ان انت سامع دبة النملة زي ما بيقولوا يعني. فدي بس ملحوظة ليك يا كابتن امين، عشان دايما الفرق اللي هي بتلعب ضد الاهلي هي اللي بيحصل فيها الكلام ده، او ضد بيراميدز او ضد الزمالك. فخليك على الدكتين مش على دكة واحدة بس. فبن شرقي خلص اللقاء والدنيا بقت سجال، ونزل بقى عبد القادر تحس ان هو نسي الكوره. بين رمضان انا مش حاسس بيه نهائي نهائي يعني، وهفضل اقولها كل ما اشوف بين رمضان هفضل اقولها والله العظيم. السوليه وهو في السن ده قده 5000 مره، انتاجه وكورته وشخصيته قد الراجل ده 5000 مره. فكل ما اشوف بين رمضان ده لازم هفتكر السوليه بس. وعماد النحاس كابتن عماد النحاس كان لازم تتدخل بسرعه الشوط الثاني، تطلع بن شرقي وتطلع زيزو. ما كانش يطلع يعني برغم ان هو منتصر ما كانش يطلع لان هو كان افوق واحد فيهم. بس انت بقى طبعا عشان ايه ما يقولوش ان هو هرب، بس انا ايه لقيتها يعني لان انت عارف الحاجات دي ما تعديش على عبد لله. فانت طلعته عشان ما يقولش ايه لسه راجع من اصابه والكلام ده، انما اللي كان يطلع كان محمد شريف وكان بن رمضان وكان اشرف بن شرقي. فهو ده اللي كان يغير في نص الملعب، وديانج طبعا تجدد تاني ومحمد هاني عشان محمد هاني. وخلي بالكم النهارده محمد هاني كان نجم اللقاء، مش كوكا نجم اللقاء، نجم اللقاء كان محمد هاني. محمد هاني النهارده من احسن ماتشاته السنه دي في الدوري. كابتن عماد النحاس النهارده طبعا بعد مباراه الزمالك اترسم وحط ايده في جيبه وعمال بقى عامل فيها ان هو
ونص الملعب اتسرق منه الشوط الثاني، ومفروض كان بسرعه عمل التغييرات وهو كسبان 2-0 3-0. كان لازم يورينا بقى الاخر دقيقتين لما قفشه مسك الكوره وقعد، كان لازم من بعد الجون الثالث يحصل الكلام ده اللي هو كان في الدقيقه حاجه و50. على العموم مبروك للنادي الاهلي، النادي الاهلي فاق، الدوري هيحلو. لسه بيراميدز الفتره اللي جايه دي عنده ماتشين مؤجلين برضو، ما يلعب ويكسب ويخش في المنافسه، الجو يعني الدوري هيولع بقى ان شاء الله باذن الله. مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، واشوفكم ان شاء الله يوم ماتش منتخب مصر. السلام عليكم.